احنا مش بنقع في الحب علشان الشكل او الكاريزما او المظهر. احنا مش بنقع في الحاجات دي. احنا بنقع في حب الشخص علشان بيفكرنا وبيفعل لنا ذاكرة لأول بيت احنا سكننا فيه، لأول حاجة احنا عشناها، لأول لمحة، لأول صوت، لأول ريحة، لأول برود مألوف، لأول قسوة معتادة، لأول صمت، لأول جفاء، لأول خوف، لأول علامات استفهام، لأول طريقة، لأول غياب. لأن العلاقة ما بتبقاش صدفة، العلاقة ميموري، ذاكرة بتتفعل، والشخص اللي بيجي بيفعلها، بيفعل جرح قديم كان نايم جوه قلبي. لأن القلب دايما بيجري ناحية اللي بيشبهه، حتى لو اللي بيشبهه فيه وجع، بس يكفيه إن دي اللغة المشتركة. لأن القلب بيطمن بالغموض اللي يعرفه، الغموض اللي يعرفه، وبيهرب وبيخاف من الدفى والأمان اللي هو مش متعود عليه. علشان كده احنا بنهرب من حتة الحب الواضح وبنلجأ للحب المؤلم، أو بنسميه الحب، حب المطاردة، حب الانهيار، حب الألم. ده اللي أنا متعود عليه. لأن أنا للأسف مش بدور على السعادة، أنا بدور على إكمال قصة ما اتقفلتش وأنا صغير. لأن اللي أنا كنت عايزه، كنت عايز حب بسيط وأنا صغير، اتقابل بشروط وقواعد وفرمانات وجفا وأسى وبرود. كنت عايز أفهم حاجات فهموها لي بشكل مختلف تماما. كنت عايز أسمع ما تزعلش، ما تخافش، لا سمعت ما تعيطش، سمعت اسكت، سمعت قسوة، ما سمعتش كلام كويس. ومن هنا تبدأ تعرف إن الجرح اللي جواك مازال متفعل، وإن الشخص اللي جاي بنفس الملامح الشعورية بتاعت الوجع اللي كان زمان والجرح اللي مفتوح. فالطفل الداخلي بتاعك يقولك أيوة، هو ده فرصتنا علشان نتشافى، لازم نكون معاه في علاقة. انت للأسف بتدور على حد يكمل الجمل اللي ما كملتش وانت صغير، انك متشاف من غير ما تشرح نفسك، وان الجرح بيعيد نفسه تاني بنفس السيناريو باختلاف الاشخاص. فجاوب على ال3 أسئلة دول، وطلعت الإجابة زي ما انت شايفهم، فاعرف انك بتفعل الجرح القديم، وانك داخل العلاقة دي علشان تتشافى مش عشان تكمل. ولو طلعت الإجابة لأ، فاعرف انك بتعمل ذكرى جديدة جاية من أمان مش من نقص، جاية من دفء مش من وجع، جاية من كمال جواك، مش إن حد هيكمل نواقصك. جاوب على الأسئلة وأعرف إنه في فرق كبير قوي ما بين الاتنين. يا إما بتبقى اسمها علاقة اتصال ما بين الطرفين، يا إما علاقة تانية اسمها علاقة إدمان، لأنك مش بتكلم الشريك من خلالها، أنت بتكلم الناس اللي أنت عشت معهم لأول مرة.